السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ احنا النهارده هنطبخ معاكم حبة اكل كده، طبيخ كده يعني ايه، يعني كوسة على حبة لوبيا كنت مفرزاها. دي اللوبيا اللي أنا مفرزاها، دي كيس كنت عيناه قلت ما طلع عشان نفسي فيه، قلت اعمله بالمرة يعني. ودي حتة لحمة ضاني انا سلقتها، يعني شوحت عشان مش هاخد وقت في الفيديو. شوحتها بمستكة وحبة هان، ووحتها كده وحطيت عليها المية وزي الفل اهيت، وانسلقت وزي الفل، ريحتها وطعمها جميل اهي. دي استوت كده وهولع تاني هكمل بردك عشان هو الحاج بيحبها حطينا يا حبايبي الحله اهيت وحطينا فيها معلقه السمنه. ماشي يا حبايبي. طبعا هحط عليها ريحه زيت كمان عشان خاطر ايه، بحب احط ريحه زيت كده عشان طبعا الاكل في الشتاء بيبقى يجمد كده يعني. فالحمد لله كده ايه، حطيتها ندى زيت اهيت، وهندل بالبصلايه اهيت انا مخرطاها على ايدي. هشوحها تشويح كده خفيف كده، انا مش عايزاها تبقى ايه، مش سابكه يعني، عايزينها تشبه الني في ني. فان شاء الله كده باذن الله كده اشوحها بس حاجه بسيطه. معايا هنا معلقه توم اهيت، هحطها ان شاء الله عليها. دي حبه ملح، انا بحب احط على البصلايه حبه ملح. ماشي يا حبايبي، حطينا حته التوم اهيت وبشوحها كده. دي تخديعه واحده يعني، هي صلصه في الحله، صلصه واحده هعملها لللوبيا وهعملها للكوز. ما احبش اعمل هنا صلصه وهنا صلصه، هي صلصه واحده تنعمل مره واحده. هاخد منها بالكبشه على اللوبيا والباقي هسيبه للكوز في الحله نفسها. ماشي يا حبايبي. حطيت طبعا معلقه الملح عشان الحموضه، طبعا انتوا عارفين لازم الملح ومعلقه السكر عشان الحموضه. دي مكعب ماجي حطيته، بيخلي الاكل طعمه حلو بصراحه. كده حطيت كبشتين تلاتة كده ايه، على اللوبيا. وطبعا بكمل الكوسه في الحله اللي هي كانت فيها ايه، التسبيكه يعني، الصلصه. وكده هنمرها على اللحمه عشان ايه، تكمل سواها طبعا. فان شاء الله باذن الله كده ايه، هنولع على اللوبيا الاخرى عشان تستوي. خلي بالكوا الكوسه روح النعناع، يعني الكوسه لازم احط لها ريحه نعناع على ايدي وافركه كده عود بس غير كده. ليه؟ لان الكوسه بتحب النعناع، والنعناع بيخلي الكوسه جميله. فكده هولع حطيت الميه على اللوبيا اهي يا حبايبي واحطها على النار. شفت الكوسه، اللهم صل على النبي زي العسل. وقلنا نعمل غدا ايه ان شاء الله كده، نتغدى بيه كده حلو، خضار بردك، الواحد لازم ياكل خضار. كده انا هولع على الرز اهوت، حطيت حبات مستكه وحط حبهان، وبحمر الشعريه، انتوا عارفين يعني بعمل كده كل مره. فحطيت الرز اهوت على الشعريه، ما بحبش احمرها قوي. فان شاء الله حطيت عليها الميه اهيت، ان شاء الله الاكل هيخلص في ثانيه وهنتغدى وخلص الاكل في ثانيه. والله ما صل على النبي، مش تنسوا اللايك والاشتراك.